كل ما تفاصيل الشقه بقت اقل كل ما الشقه بقت اشيك. في نفس الوقت كل ما الخامات الكواليتي بتاعها بقى اعلى كل ما الشقه بقت اشيك. احنا هنا عملنا ريسبشن سيمبل جدا، ماجنتيك تراك مع سبوتات، المسافه من السبوت للسبوت ما بتقلش عن 120. انا مش محتاج ازود سبوتات كتير، مع بورسلين في الارضيه ما شاء الله، مع دهان بيريز في الحوايط. الشقه طالعه تحفه جدا. الطرقه بتاعتنا اخدنا المطبخ باب جرار هيدن، المجرى بتاعته هيدن. الباب ده من الابواب اللي انا برشحها دايما، وباب شيك جدا، وبصراحه باب عملي. في نفس الوقت انت لما بيتقفل كده انت بتبقى داخل من باب الشقه بتحس ان انت شايف قطعه شكلها حلو جدا او قطعه ديكوريه. طبعا احنا عملناه من جوه ساده بحيث ان احنا مش عايزين نعمل فيه السترايبس اللي معموله من بره. الباب شيك جدا، وعلى فكره احنا كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده ان عرض الفتحه بتاعه الباب دي ما تقلش عن 1.10 متر. دي باقي الابواب معانا. ده اول حمام برضو باب تحفه، دهان دوكو بوليستر. وده الحمام. قسمنا الحمام ده ما شاء الله كبير، قسمنا التقسيمه بتاعته تقسيمه محترمه جدا. اخدنا على الشمال في حته فاضيه هيبقى فيها حته زرعه مع الحوض، في وش الحوض فيه القعده. ودايما ما تحطش الحوض في وش القعده الا لو انت متاكد ان المسافه اللي ما بينهم ما تقلش عن متر. ورا الباب عاملين فيه اليونت بتاعت غساله الملابس، وفي الوش خدنا شاور كامل بعرض الحمام، وعملنا فيه الجلسه بلس الجروفز اللي معموله في الظهر. ما شاء الله حمام محترم جدا، ولسه هيتقفل ازاز سيكوريت، هيبقى تحفه جدا ما شاء الله. ربنا يبارك لاصحاب البيت. الحوض دايما انا باكد ان انت خليك استخدم الخامات الطبيعيه في الحاجات اللي عليها استخدام كتير. يعني رخامه الحوض تتعمل جرانيت، ما تتعملش رخام. الجلسه اللي هقعد عليها تتعمل جرانيت. الجرانيت بيستحمل البقع، بيستحمل ان اي حد يجي يسمر فيه، بيستحمل الاستخدام، بيستحمل الميه. انما الرخام بيبقى ضعيف ولازم يجي متعالج، فحتى لو هتختار رخام لازم تختاره بعنايه شديده. وطبعا هي مشكله الجرانيت ان اشكاله قليله جدا. هنا في السخان الفوري طبعا ركب بس هو مش ظاهر معانا في الفيديو. سخان فوري حاجه محترمه جدا، ومن الحاجات برضو اللي بقينا بنرشحها دلوقتي. محدش بقى خلاص يعمل سخان كهرباء، قليل جدا، يا سخان غاز يا سخان فوري. وطبعا انا بفضل السخان الفوري عن الكهرباء او الغاز، وكنت شرحت فيديو كامل في اليوتيوب على فكرة ان انت تعمل ايه الفرق بين السخانات وازاي تقسم الحمامات، وكان فيديو ما شاء الله جاب مشاهدات كبيرة وعجب ناس كتير. وده شكل الحمام كله بورسلين وارضيات وحوايط من نفس اللون. الحمام طالع ما شاء الله، ربنا يبارك لاصحاب البيت، شكله تحفة. هندخل دلوقتي على دي الطرقة طبعا اللي فيها 3 غرف. دي الغرفة الماستر، برضو الغرفة الماستر الحمام اللي هناك على طول. دايما هتلاقي ان الشغل بتاعنا سيمبل وشيك جدا، وكل حاجة بسيطة وشكلها تحفة. ده الحمام ده بعد ما اتشطب. برضو الرخامة البيضة دي من الجرانيت، محترمة جدا ما شاء الله. الحوض واخدين المقاس بتاعه حوالي 75، القعدة واخدين مقاسها مينيمم 80، والشاور بوكس متاخد مينيمم 80 برضو، لان المقاسات دي ما ينفعش ان انت تقل عنها. طبعا هي مساحه الحمام هي اللي حجمانه، ولكن هي طالعه مرتاحه جدا، واللي هيقف في الحمام هيبقى مرتاح جدا باذن الله ما شاء الله، ربنا يبارك. طبعا احنا الشباك اللي في الوش دوت رحلناه على الشمال لان هو يبقى في وش اللي داخل ويدي اضاءه طبيعيه في الحمام. واخدنا حطينا مكان الشباك القديم حطينا فيه الشاور. هنا ده جرانيت بنقول عليه او اسمه هجينة برازيلي. ودي القعدة المعلقة من ايديال، والخزان الدفن من جروهي. وطبعا ده كده طبعا الشقة هنا انت تحس ان هي بسيطة جدا، ولكن لسه في ستاير، لسه في عفش، لسه في سجاد، لسه في مطبخ، لسه في نجف، لسه في حاجات كتير جدا هتديك ديكورات كتير. انا ما برجحش فكرة ان انت تعمل ديكورات كتير على الفاضي،